تحدث جوزيه مورينيو بعد فوز برشلونة الكبيرة على ريال مدريد في نهائي كأس الملك. ماذا قال مورينيو؟ أولاً، مورينيو قال: في كرة القدم هناك فرق تخسر بشرف وهناك فرق تهزم بقسوة. اليوم ريال مدريد تعرض للإهانة الكروية. برشلونة لم يهزم الريال فقط، برشلونة لعب بهم كما لو كانوا مجرد دما على رقعة الشطرنج. تحركوا كما أرادوا، سيطروا كما أرادوا، وسجلوا عندما قرروا. ثانياً، مورينيو قال: في النهائيات أنت تحتاج لقلب أسد. مدريد دخل بالثقة ولكنه خرج محطما، لأنك لا تستطيع خداع كرة القدم أمام فريق يؤمن بقوته مثل برشلونة. ثالثاً، مورينيو قال: برشلونة اليوم أثبت أنه لا يعيش على أمجاد الماضي. برشلونة يبني مستقبله بكل بطولة، بكل مباراة، بكل دقيقة. موسم صفري، نعم، ولكن الأسوأ أن موسم الريال انتهى وهم يشاهدون برشلونة يرفع الكأس أمام أعينهم.